السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صباح الحب والأمل والتفاؤل والطاقة الإيجابية مننا ومتفائلة. أنا مجرية الفيديو في الأول كده علشان أوريكم إن أنا كنت جايبة عاملة الفيديو ده قبل كده. نظفت سمك اسمه فوارغ، بوري فوارغ، وشايلين منه البطروخ، بيجي في بورسعيد كتير في الشهور دي. وهتبله، هتبل نص هعمل الديول، الديل بتاع السمكة متوم، هقليه في يوم تاني. والفوق الجنب اللي فوق ده زي ما انتم شايفين كده هعمله شوربه صياديه جميله قوي. زي ما انتم شايفين كده انا قلت لكم الطريقتين النهارده، جبت حلتين، طريقه الشوربه وطريقه المقلي، عاملاه في فيديو واحد علشان يا حبايبي تعرفوا السمك اللي بيتقلب بايه والشوربه الصياديه بايه. جبت حلتين، واحده حطيت فيها واحده صغيره للرز والكبيره للشوربه، وحطيت في اللي هي للشوربه طماطمايه ونص او طماطميتين او طماطمايه، اي حاجه لو عندكم طماطمايه واحده حطوها. بصوا حبايبي، هنا هحط شويه زيت صغيرين من الصياديه اللي انا عاملاها بقالها اكتر من سنه، وبسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. عملت بحط هنا معلقه صغيره في الرز، مش كتير، انا عايزه الرز يبقى لونه بيش كده فاتح. اما الشوربه بنحط كتير، معلقه او معلقه ونص كبيره. والشوربه بنحط البصله اكتر من البصل اللي في الرز. خلاص يا حبايبي، انا ماشيه معاكم خطوه بخطوه. هقفلها كده وهسيبها على جنب، وهرجع بقى اقول لكم انا هعمل ايه. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، بنحط ملح وبنحط فلفل. طبعا انا حطيت الوقت الملح في الشوربه، في الرز، والتانية الشوربه معلقتين في الشوربه، ومعلقه وحبه على قد الرز اللي انتوا هتعملوه. هنيجي بقى لتتويمه تتويمه السمكه، ديل السمكه انا هعمله متوم، مش كل مره اعمل صياديه، وعندي لود تاني لسه عايزه اعمله. جبت طماطمايه وزي ما نص طماطمايه، وزي ما انتم شايفين كده بشرتها، واحط التوم اللي انا مفرزاه، حبه توم كده جمال. وجبت التوابل بقى عباره عن ايه، وحبه خل، شايفين الخل الجميل ده، معلقتين 3 خل، بنقلبهم كده مع بعض، والريحه بقى هتبقى جميله لما نحط عليها التوابل. ملح، فلفل، كمون، كزبره، حبهان، كاري او كركم. انا حاطه طبعا كاري، لو ما عندكمش كاري حطوا كركم. طبعا الكاري احلى من الكركم، لان الكاري عباره عن مجموعه توابل، اما الكركم هو نوع واحد، وانا عندي كركم اصلي، بس انا قلت ايه احط الكاري اللي فيه مجموعه توابل. بقلبهم تقليبه حلوه، وقلت ايه ما احط عليهم شويه زيت، لان الزيت بيدي لمعه للسمكه. هعينها يوم اتنين، يمكن اعملها بكره، اعملها بعده، في خلال الاسبوع. البوري ما يقعدش في التلاجة كتير يا حبايبي، علشان يبقى طعمه حلو، ناكله اول ما يكون طازه، البوري بالذات. اما اللوت بيقعد ما بيجرالوش حاجه. بنحط حبه زيت كده وبنقلبهم. وزي ما انتم شايفين كده نضفت وخليتها، هي بتيجي طبعا مش شال منها البطروخ، فاحنا بناخد ايه اللحم بتاعها بس. زي ما انتم شايفين كده انا هشقها او شقتها بالجداب. شايفين بقى، هطلع بقى او جايبه ايه ليمونه، انا كنت بشر الليمونه وحطها مع التتبيله الجميله دي. وهي الليمونه من غير القشره الخضراء الصفراء اللي بره، بتدي طعم جميل للتتبيله. زي ما انتم شايفين كده بشقها من ناحيتين، وعلشان تدخل جواها التتبيله وتبقى طعم الفص جميل. وهتبله بقى. بصوا حبايبي، شوفوا الشكل الجميل ده. انا هعمل ايه بقى؟ زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي، يعني هصبه عليه كده مره واحده. قلت ايه بشيل البذر من التتبيله بسرعه كده، وهبدا بقى ايه، قلت إيه مش هينفع احشيها لانها سايله، فهنزل عليها. شايفين جيت احطها لقيتها مش نافعه، قلت لا، انا اصبها عليها كده اهو، واقلبها في بعضها، وكده واسيبها تتبل بقى ايه، واحطها في كيسه وهعينها في الفريزر او من التلاجة من تحت. لو هعملها بكره، انا مش عارفه لسه بكره هعملها ولا هعملها امتى. بصراحة بنحتار في الأكل والشرب، كل يوم ناكل إيه ونشرب إيه، حاجة حيرة جامدة. إيه زي ما انتم شايفين ده كل البيوت، يعني مش أنا بس. زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي، شايفين شكلها. أنا طبعا عاملاها غلط، المفروض كنت حطيت الدل في النص كده يبقى شكلهم أجمل، بس ما فيش مشكلة، ما خدتش بالي. المهم يا حبايبي، خلصت التتويمة وهبدأ بقى إيه، أروح بقى للسمكة الجميلة وللرز اللي هعمله. شايفين الجمال، شايفين الحلاوة، تحفة تحفة بجد. خلاص رجعنا بقى الشوربة والرز. ده الرز، غسلت الرز وسقطته طبعا بعد ما المية غلت، ولو اتلقيت المية زيادة بشيل منها، وشلت منها فعلا. وبغسل شوية الرز الباقيين عشان انزلهم، اصفيهم وانزلهم، وهرجع تاني
اشوف الرز محتاج ميه او هشيل منه ميه. طبعا انا لما اقلبه هيبان. ما تعملوش الرز الصياديه ميته كتيره، بيطلع معجن ومش حلو قوي خالص. بصوا حبايبي، بقلبها كده تلاقيت الميه كتيره كتيره، لا جبت بقى مطبقيه صغيره كده يا حبايبي، ونزلت كده اهو شوفوا قد ايه مليت المطبقيه. بس انا حطيت حبه تانيين بعد ما تشرب الرز من المطبقيه دي. خلاص يا حبايبي اهو، اسيبه بقى يغلي، ولما يغلي غلوتين اوطي عليه. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، خلاص غطيت عليه. انا نقلت الرز في الناحيه اللي قدام دي زي الحله اللي باينه، والشوربه بقى بدات اسقط، شطفت طبعا البوري وسقطته في الشوربه. وما بيتغطاش يا حبايبي، بنسيبه لما يستوي خالص. وكده خلصنا الرز وخلصنا السمك. هنبدأ نغرف بقى واوريكم غريفي. وشايفين السمكة شكلها ايه؟ الجزلة ما بتستواش كتير، 10 دقايق وبنطفي عليها ونبدأ بقى نغطي عليها، مش مشكلة. غرفت بقى الرز زي ما انتم شايفينه كده. انا بحب الاكل ازينه، وعليه فلفل ومخللات، والشوربه حطيت عليها ليمون. وزي ما انتم شايفين جزله السمكه تكفي ويتشبع. وكده خلصنا اكلتنا، وربنا يدومها علينا نعمه وحفظها من الزوال. عيشوا بالحب بالامل بالتفاؤل بالطاقه الايجابيه زي نينا المتفائله. انا بحبكم في الله يا حبايبي، وبتمنى ليكم السعاده والستر من الله. شايفين الجمال والحلاوه، شوربه تحفه تحفه تحفه، ورز في منتهى الجمال، والمخللات بتفتح النفس وتفتح الشهيه. وكل الاكل كان طعمه سكر 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 زي الشنشان بالظبط، وكان جميل قوي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انتشروا اللايك.